لو انت مسافر، هو يعني ايه اغتراب اصلا؟ الاغتراب هو الحالة النفسية او الحالة العامة المصاحبة للانسان، اي انسان كبير كان او صغير، نتيجة تغيير بيئته، البيئة اللي عايش فيها يعني الاصلية لبيئة اخرى. تمام. طيب الاغتراب ده درجة واحدة يعني كلنا واحد؟ لا، مش كلنا واحد. هي كل الناس اللي بتمر بالحالة دي اللي هي بتسافر يعني بيجي لها حالة اغتراب. طيب لكن الحدة بتاعتها بتفرق، كونك كبير صغير، درجة توافقك الفكري يعني دماغك مقتنعة بالسفر إلى أي مدى، طفل، ست، راجل، بتفرق على حسب الظروف الشخصية لكل فرد فينا. طيب الأطفال بقى بيتعرضوا لحالة الاغتراب دي؟ ايوه، الاطفال بيحصل لهم حاله اسمها حاله اغتراب، وده اتفقنا دي حاله عامه اصلا. طيب يعني شكلها عامل ازاي؟ يعني بيظهر ايه على ابني اقول ده عنده اغتراب؟ بتظهر في صوره اعراض جسديه. اعراض جسديه كتير، يعني في اطفال بتفقد الشهيه، ما بياكلش او ياكل كتير، يعني تغير طريقه اكله، نمط اكله العام. يجي له مشاكل بقى في بطنه، لها علاقة بالتويلت، يجي له مشاكل في النوم، مش عارف ينام أو بينام كتير جدا، يحصل له أريافة كده، موده وحش، يلزق في الأم والأب زيادة بعد ما كانش كده وهو في بلده، أو العكس يبقى عنده أداء عدائي ضد إخواته وضد أمه وأبوه وضد الناس عموما، خايف منهم جدا، أو واخد معاهم وضع عدائي أكتر من اللازم وما كانتش شخصيته كده. ليه اشكال كتير جدا واعراض كتير احنا بنرجعها لحاله الاغتراب، عشان كده هي نقطه اساسيه في الكيس ستادي اللي بنعمله مع اطفال كتير لو تعرضوا للاغتراب. تمام. طيب انا دوري ايه كأم؟ اعمل له ايه يعني؟ اتفهم انه ما بيمثلش، هو مش بيمثل. واتفهم ان انا برضو كمامته، عاده الكبير كمان بيبقى عنده حاله اغتراب ممكن ما يكونش واخد باله منها. اديها وقتها واحسن من حده الاغتراب ده عن طريق ان انا ازود التهيئه وادي فرصه للانشطه اللي بيعملها الطفل لتخفيف حده الاغتراب. الاغتراب بيزيد كل ما زادت تفاصيل الاغتراب، يعني كل ما زادت التفاصيل، مثلا بلد لغه تانية خالص، يعني مثلا انا في مصر ورحت مثلا سوريا، او رحت لبنان، او بلد عربي بيتكلموا بلهجه مختلفه لكن ما زال بيكلموا عربي. طيب ده هي نفس حاله الاغتراب اللي هتحصل لاولادي لو انا رحت انجلترا؟ لا، انجلترا حاله الاغتراب فيها اعلى. ليه؟ لانها لغه تانية خالص. طيب حاله الجو، لو انا في بلد جوها مختلف خالص يبقى الاغتراب حدته بتزيد شويه. طيب طبيعه الاكل اللي انا واخد عليه كطفل، انا طفل عندي 4 5 سنين وبحب نوع شيبس معين، وبحب نوع مثلا بوب كورن معين، فانا مش لاقياه في البلد التاني. تمام. الحاجات دي ممكن الطفل ما يبقاش عنده قدره انه يتكلم عنها، يعني مش عارف يقولك كده، لكن هي بتبقى مأثرة في نفسيته. فكل ما زادت التفاصيل، الاختلاف بين البلد الأصلية والبلد اللي رايح ليها الطفل، كل ما زادت حدة الاغتراب، فبالتالي مدة الاغتراب بتزيد وحدته وشكل الأعراض كمان بيزيد. مطلوب من كل أب وأم يبقى عندهم وعي بحالة الاغتراب ويفهموها ويقدروها ويدوها وقتها، ويعملوا كل الأنشطة اللي من شأنها تخفيف حدة الاغتراب. شكرا لكم، ماجدة عمار، احنا بتوع تربية.